الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا في احلى حال واتم صحة يا رب ان شاء الله. يا جماعة، انتوا ليه مش بتعملوا لي اشتراك؟ وليه مش بتعملوا لي لايك؟ وليه مش بتدعموني؟ انا صحيح عملت فيديوهين وده التالت، بس انا ارجو يعني اللي بيتفرج عليا يعمل لي شير ويعمل لي لايك واشتراك وكده، علشان احس ان انا في حد بيشوفني وبيتابعني وبيسمعني. حلقة النهاردة يا جماعة صعبة جدا 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 جدا، بعنوان لا لختان البنات وتعذيب البنات. دلوقتي لو واحد عنده بنت، الزم لما تكبر شوية ان هو لازم يعمل لها عملية الختان. هل دي مذكورة في القرآن؟ هل دي شيء مهم؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق البني آدم بجسمه، ما طلبش منا ان احنا نلعب في جسمنا او نغير في شكلنا. يا جماعة، اليوم ده بيبقى اسود يوم في حياة اي طفلة لما بتيجوا تعملوا لها عملية الختان. اتقوا ربنا شوية. ليه؟ ليه تقطيع حتة من جسم البنت؟ اولا، كلها عيوب، كلها عيوب طبية، كلها عيوب نفسية. الدكتور اللي بيعملها ولا الداية ولا حكيم الصحة ولا هي لو كانت حاجة صح ما كانتش اتعملت في المستشفيات. هو قالك بس انها تتعمل في حالة واحدة، لو الموضوع عند البنت كبير شوية فبيسبب لها آلام، التهابات أثناء المشي، أثناء القعاد، الكلام ده كله، فبتروح لطبيب محترم. الطبيب بيقول لها لا انت عندك كذا، لازم يتعمل لك كذا، وساعتها بيعملها لها في مستشفى. بيبقى على عينك يا تاجر، لا عيادة تحت السلم ولا ببوس ولا بالشغل الغريب اللي الواحد كان بيشوفه على اليوتيوب ده، واللي للأسف في أماكن بتعملها. أنا مش عارفة مين من الدول اللي بيعمل الموضوع ده ومين اللي معتبره جريمة وغلط، بس اللي موجود عندنا في مصر إنها جريمة. أولا انت بتخلي البنت بعد كده في حياتها الطبيعية تبقى خايفة وتبقى جبانة، في حياتها الزوجية تبقى باردة، ما تبقاش سعيدة هي وجوزها مع بعض. في نفس الوقت مش انك انت تقطعي لها حتة من جسمها يبقى هو ده اللي يخلي البنت تبقى مؤدبة ومحترمة. الاحترام البنت لنفسها وأدبها وأخلاقها نابعة من قلبها ومن مخها وقبليهم الإيمان، لكن مش من حتة اللي بتقطعيها لها. وعمرها ما بتنسالك اليوم ده، وتفضل تكره لأمها من جواها، وعمرها ما بتخرج منها الفكرة الفظيعة اللي عاشتها لما خلت واحدة تشوف عورتها أو واحد ويقطع لها حتة منها. ليه انت عايزه بنتك تبقى بارده؟ ليه؟ عشان جوزها ما يحبهاش، ما تعرفش تديله حقوقه، ما تبقاش هي نفسها عايشه مبسوطه في حياتها. ما تسيبي كل حاجه على طبيعتها طالما انها ما فيهاش حاجه مرضيه. يا جماعه، لا للختان، لا للختان، لا لتعذيب البنات. معروف ان الطهاره بتبقى للولاد، ودي حاجة إسلامية ومهمة جدا 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 جدا. إنما مش حاجة اسمها ختان البنات، دي عادة ما الله أعلم، دي عادة قديمة ولا عادة منيلة ب60,000 نيلة، بتخلي بنتك بعد كده تكره حياتها وعيشتها. وبستغرب إن في ناس بتعمل حفلة للموضوع ده. الحفلة تتعمل كده للولد عشان الولد بقى راجل ومش عارف ايه، لكن هي البنت ناقصة. ما كفاية بيجي لها العادة الشهرية، وكفاية بتتعب في حياتها، وكفاية بتحمل، وكفاية بتشيل هم وبترضع وبتربي كمان وهي صغيرة، تاخديها تألميها الألم ده كله. حرام. لازم نتقي ربنا في بناتنا ونحبهم عشان يشيلونا لما يكبروا ويحبونا. انما احنا هنكرههم في عيشتهم ونكرههم فينا، طب هما يستفيدوا ايه ولا انت تستفيدي ايه؟ اتقي ربنا يا ست، انت وهي، يا كل ام ويا كل اب كمان في اي مكان في مصر
ومعرفش نظام الدول العربية ايه، بس اللي انا متهيألي ان هم ما بيعملوش الموضوع ده في دول عربية كتير. وفي النهاية لو سمحتوا دعموني، واللي يشوف الفيديو بتاعي ينشره ويعمل لي لايك، مش هتتعب والله العظيم، بس هتخليني انتشر. وشكرا جزيلا، واشوفكم في فيديو جديد قريب، لاني انا هنزل فيديوهات كتير وكلها حاجات من قلب للقلب. بحبكم في الله، وعايزاكم تدعموني وتقفوا معايا علشان اخلص الطلبات المطلوبة مني على اليوتيوب. حبايبي في مصر وفي كل الدول العربية وفي كل دول العالم، بحبكم من كل قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.